اخويا بلد، اخويا اتعمل له حته جنازه فرح ما اتعملتش لحسني مبارك اللي مسك 30 سنه. اخويا اتعمل له جنازه يتعزلها بلاد، ما كانش راضي يخش التربه، الناس بتشده من التربه. اخويا دخلنا، ده طلعت من المسرح بزغرط من كتر ما هو بيضحك لنا، بيقول انا في الجنه عشان انا باشا بشتري اكل عيش. التفاح كان جايب لامي عليه دمه، عليه دمه. تفاح اخويا لموه واختاروا عليه دمه. ليه؟ ليه؟ ده كان فاتح بيوتنا، ده كان كل يوم يحط لنا الصينيه. انا جوزي باشا وجوز اختي باشا، بس جوز اختي التاني متوفي، اختي التانيه متطلقه، شايلنا مدخل واحده هندسه، عيل واخده تحت رجله في المحل. كان باشا، كان باشا. اقول لك إيه تاني؟ ما بيسيبش ركعه قبل ما المصلي بتاع الجامع ينادي عليه اللي هو الامام يكون مصطفى جايب المكنه. ما بيسيبش ركعه. هو ده اللي انا باخده. اخويا كان فاتح جمعيه خيريه من ورانا، بنفتكر اللي فلوسه ضايعه، اتاريه بيجهز بنات يتمى. يعني لو طلع له 5000 جنيه طول الشهر ونص اللي بيشتغلهم ولا الشهرين، يروح يدي الواحده الاربعه ويقول لها شوفي واحده يتيمه جوزيها، شوفي عيل يتيم ما دخلش المدرسه عشان هو يعني ما دخلش كان يتيم، عشان هو يعني جهزت. انا اخر واحده مجوزها هو واخواتي الصبيان، بس هو بالاكتر عشان هو عايش معانا هنا. اقسم بيمين الله ما جه في يوم قصر معانا، اقسم بيمين الله ما جه في يوم كان لقمه من غير. والله انا ما كنتش بطلع فوق، كان بيرمي لي الاكل بتاعي. انا عندي الخير كله، بس يقول لها اختي، اختي ما تاكل. ده بعت لي لحمه، بعت لي لحمه طيبه والمصحف في الفريزر، بيقول اختي ما كانتش هي وقعدت معايا في الدكان كلي. ابني جايب له العبايه بتاعت العيد، ابعتي لي حبيبي اجيب له العبايه. امشي على كوبري نصر اشتري الخضار، يقول لي لا ما تمشيش على رجلك يا ابويا، ما تشيليش تجيب، اركبي توك توك ما تمشيش. طب انا اجيبه منين تاني؟